مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين وفي الهنا نايمين يا رب. النهاردة بقى ان شاء الله هنخلل اللفت بطريقة سهلة وجميلة، وتاكلي منه تاني يوم، مش هتقعدي 4 ايام ولا حاجة. من تاني يوم ان شاء الله تاكلي منه. السلونة عامل ازاي؟ حاجة كده جميلة جميلة. يلا بينا نسمي الله ونشوف احنا هنعمل ايه في اللفت بتاعنا الحلو ده. هنا انا جبت كيلو ونص لفت، غسلته كويس، نقعته في مية كام مرة وغسلته. وهشيل بقى العروف بتاعته اللي هي الخضرة ديت، ولو في اي شعر زي الموجود اللي انا بشيله دي كده بشيله خالص. وببدأ ان انا اقطع اللفت بتاعي لدوائر، وبعد كده بقطعه حلقات. بقطعه حلقات وبعدين بقطعه صوابع صغيرة كده. اي شعرية زي دي كده بتشيليها. بالشكل ده كده. انا عندي السكينة اللي هي مشرشطة ديت، هقطع بها اللفت بتاعي عشان يعني يديني منظر، بس اللي هي الطرنشات بتاعت المحلات، الشرشبة بتاعت المحلات بالشكل ده كده. ولو مش عندك السكينة العادية عادي تقضي الغرض. هبدأ ان انا اخلص كمية اللفت بتاعتي كلها تقطيع نفس التقطيع ده كده. وانا بقطع اكون مشغلة الغلاية بتاعتي على مية. هعمل انا عايزة مية مش سخنة قوي، مية سخنة على باردة، يعني فترة كده. هقول لكم هنعمل بيها ايه. وفي ناس بتاخد العروف بتاعتها ديت بتعملها برضو مخلل مع بتحطها مع اللفت. لو حابة بتحطيها، يعني هي بتنفع برضو، بس انا صراحة مش بناكلها. انا هنا كده ان شاء الله اكون اخلص الكمية اللي بتاعت اللفت كلها وارجع لكم بالشكل ده كده. هو هنا بقى عند المية السخنة، هي مية سخنة على ساقعة، يعني ممكن تحط ايدك فيها ان انت تستحملي الدفى بتاعها. واسيبها منقوعة في المية ديت لمدة ربع ساعة. ديت هتسوي معاكي اللفتة في ثانية، تاكلي منها تاني يوم، متستنيش يوم 4 ايام ولا حاجة. تمام كده. لما يكون عدى ربع ساعة يجيب بنجر، ده طبعا اللي هيخلي اللفت بتاعي احمر. هقشرها واقطعها قطع مع نص كوباية مية وهضربها في الكب. وبعد ما انضربت في الكبة، وده هقطعها برضو حلقات كده رفيعة
دي هحطها مع اللفت، وقطعتها رفيعة شوية عن اللفت عشان يعني دي بتستوي بعدها بفترة، فلو عشان لو حابة ان انت مستحبة ان انت تاكلي منها. تمام كده. هجيب بقى البطرمان بتاعي اللي هحط فيه اللفت، وهبدأ انزل بحبة من البنجر وحبة من اللفت، حبة من ده على حبة من ده. تمام. هبدأ احط حبة بنجر، لحد ما اخلص الكمية اللي معايا كلها من البنجر واللفت. يلا يا حبايب قلبي، لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك بتاعكم الجميل، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى انا جبت ميه، يعني قولي لتر ميه كده او لتر الا، وحطيت فيه 3 معالق ملح، معلقتين ونص، ونزلت بقى على اللفت بتاع بعد ما دوبتهم حلو قوي. وعصير البنجر اللي انا كنت عاملاه احطه بقى على الوش كده، واديله تقليبه بسيطه بس كده، واغطي عليه بقى. ومن تاني يوم تاكلي منه بألف هنا وشفا. جميل، ولا تحتاجي تشتري من المحلات ولا حاجة. وبكده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة، يا رب يعجبكم يا رب. وباي باي، اشوفكم على خير، مع السلامة.